السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن ملخص اليورو، إيه اللي حصل في اليورو، وبطل اليورو اسبانيا والوصيف انجلترا، والمنتخبات اللي كانت مرشحه للقب اللي كان فيها اقوى سكواد. يلا بينا نبدا بالبرتغال. هل كريستيانو رونالدو كان لازم يلعب كل الماتشات ومعظم الدقايق رغم ان موجود عندك بره جوتا وجونزالو راموس؟ وجوتا خصوصا ممكن يخلص لك ماتشات. هل سبب خساره البرتغال جزء منها كبير يرجع للمدرب مارتينيز؟ وانا برضو مش فاهم، الراجل ده يعتبر فشل مع بلجيكا، الجيل التاريخي لبلجيكا فشل معاهم، اجيبه مدرب للبرتغال؟ غريبة جدا. البرتغال بالسكواد ده طبيعي جدا انها تفوز باليورو، طبيعي جدا انها تفوز بمعظم البطولات اللي تدخلها، فريق متكامل في كل الخطوط يعتبر، وعندهم بدلة كويسين. نيجي بقى للمنتخب اللي بعده وهو فرنسا. هل فرنسا افتقدت الدور اللي كان بيعمله بوجبا، اللي هو الربط بين خط الوسط وخط الهجوم؟ وزي ما سمعنا مبابي بيقول احنا كنا بنجري ونستنى الكرة تجينا في المكان اللي احنا بنجري فيه. هل جريزمان عرف يعمل الدور ده كويس؟ لو جينا كده بصينا لمنتصف ملعب فرنسا مفيش ولا واحد فيهم عنده مواصفات بوجبا وبيعمل الادوار اللي كان بيعملها بوجبا. ونيجي كمان لديشام المدرب. في ناس هتقول ده مدرب على قده، وفي ناس تانية هتقول لك ده واخد كاس العالم ووصيف كاس العالم، وناس تانية عايزه زين الدين زيدان هو يكون مدرب المنتخب الفرنسي. واكتر ميزه كانت موجوده عند ديشام ان هو بيعرف يدافع كويس، ان منتخب فرنسا ما بيستقبلش اهداف كتير. الميزه دي في البطوله ما كانتش موجوده. نيجي بقى لمنتخب المانيا صاحب الارض. هل جوده اللعيبه هي السبب في خروج منتخب المانيا، ولا عشان اصطدم باسبانيا؟ ناس هتقول لك المنتخبات الكبيره او المنتخبات القويه تلاقي بقى اي حد وما يهمهاش اي حد، بس هل منتخب المانيا كان منتخب متكامل وعنده لعيبه في كل المراكز؟ ما اعتقدش، وبيني وبينك انا فرحان فيهم. نيجي بقى لطرفين النهائي، اسبانيا وانجلترا. اسبانيا يعتبر الفريق اللي لعب كرة كويسة، الفريق اللي اقنع ان هو يوصل نهائي، اصطدم بفرق كبيرة جدا عشان يوصل للمنطقة دي، عكس انجلترا اللي كان طريقه سهل الى حد ما، طريقه ما كانش صعب زي منتخب اسبانيا مثلا. ناس كتير هتقول ان هم ما يستحقوش البطولة، بس الناس دي الصراحة الله يكون في عونهم، الناس دي وصلوا نهائيين ورا بعض وخسروهم، ودي حاجة توجع الصراحة. ساوث جيت يستحق السكواد الكبير اللي معاه ده، يعتبر عنده لعيبه في كل المراكز. اقوى سكواد في البطوله بالنسبه لي هو سكواد انجلترا، بلينجهام في افضل فتراته، فودن في افضل فتراته، بالمر في افضل فتراته، وديكلان رايس كمان، وغيرهم. خطه اللعب بالنسبه لي هو بيقول لهم اللي يعرف يعمل حاجه ينزل يعملها. الراجل ده التكتيك الوحيد اللي بيعمله هو الكرات الثابته فقط لا غير، ورغم كده هو انجح مدرب جه في تاريخ انجلترا، وصل سيمي فاينال كاس عالم و2 نهائي يورو ورا بعض. اسبانيا بالنسبه لي فريق متكامل بتلعب كتيم واحد. ديلا فيونتي بنى منظومه جيده جدا اعتمد فيها على فكره اللعب المباشر، وديلا فيونتي نفسه ما جاش صدفه، ما جاش اعتباطا، الراجل ده جابوه بناء على تفكير سليم. كاسبانيا بتفكر افضل نجوم ليها كلهم في السن الصغير، وديلا فيونتي افضل راجل يعرف يدرب ويتعامل مع الفكر ده. ليه؟ لانه خد بطولات كتير مع بطولات الشباب في اسبانيا، ومعظم اللعيبه دي هو دربها. منظومه جيده، منظومه بتفكر، منظومه صح، لعيبه صح، لعيبه طالعه صح، متاسسه صح، كل ده يساوي بطوله. وفي النهايه بنحب نقول لاسبانيا مبروك، هي تستحق البطوله، تستحق البطوله، مبروك لاسبانيا، وهارد لك لانجلترا، وممكن تعملها البطوله الجايه، بس غيروا ساوث جيت. ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه.